بالنسبه اعتقد انه في صعوبات يعني كبيره زي ما تفضلت، انا موجود في نادي الاتحاد من فتره طويله وعارف ايش الشيء الموجود في نادي الاتحاد. في عمل قامت به الاداره الفنيه كره القدم، جهزت البديل الجاهز طول في كل الفئات السنيه وفي الفريق الاول. فزي ما احنا عارفين الاستاف حق المباراه هذه كون من حسن خليفه، من ايفان مدرب فريق بي او فريق 21 نادي الاتحاد، فكلنا موجودين قريبين في النادي. في ميغيل حق الاعداد البدني موجود في النادي، فما في تغير كبير او في اختلافات كبيره حنواجهها، لانه احنا موجودين مع اللاعبين على طول، موجودين مع الجهاز الفني، مع اللاعبين، مع مدربين اللياقه، مع مدربين الفنيين، واحنا موجودين في النادي دائما بنتناقش، موجودين في الامور هذه، فما في صعوبه دي الصعوبه الكبيره اللي احنا الصعوبه الاخيره انك انت جاي بعد مباراه لازمت فيها وما كان قدمت فيها مستوى كويس، فعشان تخرج اللعيبه وترجع لهم الثقه مره ثانيه محتاج مباراه قويه زي المباراه هذه. والمباراه هذه احنا كلنا ثقه في لاعبين الاتحاد، مو ال 11 لاعب بس، ال 20 او ال 23 لاعب اللي حيكونوا موجودين في المباراه كلهم عندهم الامكانيات انه يقدموا مستوى كويس ويعيدوا الاتحاد لمساره الصحيح.